الطب الأسنان أفضل في مصر ولا الخارج؟ وكده او كده انت لازم تبقى معاك فلوس عشان تدرس اسنان. يعني ساعات الكلمه دي ممكن تضايق الناس، بس انا ما احبش ان انا اخلي حد يدخل وبعدين يتحط قدام الامر الواقع. يعني انت لازم تبقى عارف ايه العيوب وايه المميزات قبل ما تاخد الخطوه. دراسه الاسنان في اي مكان محتاجه تكاليف ومحتاجه فلوس، ده نمبر 1. نمبر 2، من وجهه نظر انا بحب دراسه الاسنان في مصر. فعلا؟ طبعا. إيه السبب؟ لاسباب كتير قوي. اولها ان احنا ما شاء الله في كل الجامعات عندنا ستاف جامد ذو خبره في كل الاماكن، يعني جامعه القاهره، الازهر، عين شمس، اسكندريه، كلها اماكن مميزه. يعني التعليم نفسه أفضل؟ التعليم طبعا، التعليم كويس جدا. تاني حاجه السعر اقل بكتير جدا 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 من بره طبعا لفرق العمله. تالت حاجه ودي الميزه اللي مش هتلاقيها في اي حته غير في الدراسه في مصر، ان احنا كليه عمليه الاسنان، فبالتالي انت عايز تشتغل على مرضى. المرضى المصريين مفيش احسن منهم في الدنيا. من حيث إيه؟ من حيث ان هو مسالم معاك، لو غلط مش هيعاتبك، لو هو عارف ان انت كده كده بتتعلم، موجودين بكثره. بتعرفوا تضحكوا عليه؟ لا احنا مش هنضحك عليه، لان احنا كده كده بنتعلم وهو عارف ان فاحنا مش هنضحك عليه. هو جاي المريض وعارف ان في طالب هيتعلم عليه وموجود بكثره في جميع الجامعات. هتلاقي مريض وهتشتغل عليه ايا كان الحاجه اللي انت عايز تتعلمها. في بلاد بره بيبقى صعب الموضوع ده، مش في كل حاجه متوفره كده.